سيد الوزير، أنتم لا تتحملون المسؤولية كشخص. كالسيد التهراوي ما كتحملوش مسؤولية كشخص، وما عندناش مشكل معكم كشخص. حنا كنتكلموا على منظومة، على مؤسسة، على مرفق عمومي اللي مطلوب فيه الاستمرارية ديال المرفق وتحمل المسؤولية. الخطأ اللي ارتكبته الحكومة، نعم ارتكبت خطأ ديال عدم التواصل أو لا سوء التواصل. واسمح لي السيد الوزير، كيف ما كنت معكم صريحة في الجلسات ديال الأسئلة الشفهية وفي أسئلتي الكتابية، غنكون معكم صريحة اليوم أيضا. جلتوا واحد العدد المناطق ديال المغرب، جهة الدار البيضاء سطات والمستشفى الجامعي ديال بن رشد كارثة. واش بنية تحتية فقط؟ لا، ماشي غير البنية التحتية. واش غير الخصاص في الموارد البشرية؟ لا، ماشي غير الخصاص في الموارد البشرية. واش ما عندناش تجهيزات؟ عندنا تجهيزات. شنو كيوقع في التجهيزات؟ التلف ديالها. واش السكانير والراديو اللي نخليوه بلا الاصلاح سون مانتونونس حتى باش نفتحوا صفقه جديده ديال شراء واقتناء تجهيزات، هذا امر غير مقبول. السيد الوزير، في 2023 هاي مراسله، وصفت لكم سؤال كتابي بهذا الخصوص اللي مازال ما تلقيتش الاجابه ديالو، هاي من طرف السيد مدير مستشفى ابن رشد الى مسيو لو شيف دو سيرفيس دو تروماتولوجي. شنو تيقول لي؟ هاي مراسله ديالو نرسلها لك الا بغيتي. تيقول لي بانهم ممنوع انكم تصدروا في لو ديبارتمون ديالكم ولا في لو سيرفيس ديالكم دي زوردونونس ديال لاشا دو ماتيريال دو تروماتولوجي وتوجهوا المرضى لبعض الشركات بعينها. هاي كاينه هي رسميه بلا سيناتور وموجهه الى السيد المدير العام والى لو سيرفيس ديال التروماتولوجي. شنو دارت هذيك المراسله؟ كان شي محاسبه من بعد؟ كان شي تحقيق؟ ما كانش. اليوم اللي كينخر المنظومه الصحيه هو الفساد، اللي كينخرها هو الفساد. التحقيقات اليوم خصها تكون وانا كنطالب بها في المستشفى الجامعي ديال الدار البيضاء وفي المستشفى ديال هاروشي. عندنا واحد الطبيب الدكتور جرمومي خارج هذه اكثر من 2 أسابيع ولا 3. شنو التفاعل اللي دار معاه؟ اوكان طبيب في مستشفى الهاروشي تيقول لك ها المصلحه اللي عندي، ها شنو واقع فيها. كنخرجوا حنا كبرلمانيين واش كنتلقاو الاجابه؟ ما عرفتش واش كنتي كتفاعل مع شي برلمانيين بعينهم. انا شخصيا ما عمرني ما تلقينا الاجابه. اليوم كنتحملوا معكم مسؤوليه، كندافعوا على بلادنا. اليوم السيد الوزير، التعيين ديال المدير العام ديال المستشفى الجامعي ديال الدار البيضاء، عارفين نتوما بانه على راس هذا المستشفى المدير العام خصو يكون عنده ولايتين. تعيين في 2013، تجدد له تعيين في 2018، في 2023 مارس 2023 كيدار له الاعفاء، في ماي 2023 كيتعاود التعيين ديالو. عنده الحق في ولايتين، دارت له اون انتربسيون ديال 2 شهر باش يتعاود في الولايه الثالثه. واش عنده شي حصانه معينه؟ الله اعلم. علاش الدار البيضاء ما تنزلوش ليها؟ حنا عارفين المشكل ديال العقار، وبغيت نشكر السيد الوالي ديال جهه الدار البيضاء اللي تفاعل ايجابا ومشى ودار الزيارات، واللي كيحاول انه يساهم في المساعده في هذا القطاع. وتنشكركم حتى نتوما حيت عرفتكم انكم دخلتوا، ولكن دائما غنبقى نطلب منكم انكم خصكم تجيو وخصكم تبعتوا لنا افاد لجنه ديال التحقيق، لان حتى شي واحد ما كبر من القانون في هذه البلاد، وما غنزايدوش على شي واحد باش نضحيو ببلادنا. اليوم حنا كنحيي انا السي بن كيران امين العام لحزب العداله والتنميه، لانه في المعارضه وخرج تحمل مسؤوليته في تصريحين على اليوتيوب البارح في ليله اللي عرفات واحد الاحداث باش من اجل التهدئه. اليوم كنا مسؤولين معارضه واغلبيه، ما غنزايدوش على بعضياتنا، ولكن الواقع غادي نقولوه. الواقع اننا خصنا نتواصلوا. اول واحد خصنا نتواصلوا هو ممثلين الامه، لانهم هما المؤسسات الوساطه. الا ضعفناهم خلينا الشارع كيتواجه مع مؤسسات هي في غنى على انها تواجه مع الشارع. سيدنا الله ينصرو في عدد من الخطب بلا ما نذكرها لكم كيحث على العمل ديال والتكريس ديال السلطه التشريعيه، وانها تقوم بالادوار المنوطه بها في الرقابه الحكوميه. حنا كاغلبيه علاقتنا مع الحكومه تصويت. الانتقاد خصو يكون، خصنا نقترحوا، خصكم تستمعوا لينا، خصكم تستقبلونا، خصكم تجاوبونا على اسئلتنا. خاص نعرفوا باش من اليوم ماشي من يخرجوا البرلمانيين للاحتجاج ولا يخرجوا باش يتواصلوا دابا مع الشعب كيقولوا حنا ما باغيش الاحزاب، لانه كون كان البرلماني كيتسمع ليه ما كناش غادي نوقعوا في هذا المشكل.
الديمقراطيه التمثيليه لا بديل عنها. وهاد الشباب اللي كاينين اليوم في الشارع خصهم يقدموا لنا، كيطالبوا بالصحه، يقدموا لنا البدائل والمقترحات ونجيو نساهموا جميعا، ولكن في اطار قانوني، في اطار قانوني مؤسساتي، باش ان نبقاو مخلين الشارع الامن والمواجهات الامنيه. وهذه الاحداث اللي عرفتهم ايضا هذه الليله من احداث داميه، هذا مؤسف ويخرب البلاد وما غنسمحوش به، ما يمكنش اننا نسكتوا عليه. وشكرا. وكل واحد الله يخليكم، راه هادشي كامل انجازات كنحييوكم عليها، ولكن ما عارفينهاش المواطنين، ما عارفينش هذا الحجم ديال المستشفيات اللي كاين اليوم. راه توقيت اسمح لي السيد الرئيس، عندي غير هذه النقطه هذه، مواقيت العمل في لي ديسبونسير راه غير ملائمه الحاجيات ديال المواطنين في هذه المستشفيات ولا المستوصفات القرب. ما يمكنش انه 3 د العشيه ما كتلقى لا طبيب لا والو. هذا في بعض، انا كنتكلم لك على الدار البيضاء، ما كنتكلملكش على ام مشيل، ما كنتكلملكش على تينغير، ما كنتكلملكش على درعا فيلان، نتكلمك على الدار البيضاء اللي الناس كيحسبوا ان الدار البيضاء راها جنه في هذا البلاد. عندنا المشكل مستوصف ديال درب غلف تمشي غدا تقدر ما تلقاش الطبيب. شكرا في الصباح. شكرا السيده النائبه. شكرا. المواطن اليوم في ظل ما يحدث ويؤسفنا ما يحدث، وكنتمناو ان هذا الشيء اللي كيحدث يوقف، لان هذا الشيء ماشي في صالح ديال بلادنا. المواطن محتاج باش يلمس لمسات واقعيه على ارض الواقع فيما يتعلق بالصحه ديالو، وماشي نتوما السيد الوزير اللي مسؤولين على هذا الشيء كله. بالتالي بعدا بين قوسين باش تعرفوها، عندكم كفاءات وعندكم كفايات وكتحاولوا وكديروا جهدكم، والدليل على ذلك واحد المجموعه المعطيات اللي حطيتوها بين يدينا. ولكن الحكومه كلها مسؤوله، لان عندما ملي كيطرا شي حاجه راه خصنا نعرفوا شكون اللي مسؤول، والا كل شيء كيهرب. وهنا ايضا انا احمل الحكومه عدم تواصلها في هذا الموضوع، عدم خروجها المواطنين. وهنا كنقول اللي قاد على عبد الاله بن كيران يقول راه يوتيوبر، وكونوا يوتيوبر، يكون رئيس الحكومه يوتيوبر، يكون وزراء يوتيوبر، يكون اللي بغى يكون. المهم هو يخرج للمواطنين ويشرح لهم ويفسر لهم ويبين لهم اشنو اللي طاري وشنو اللي خاص يكون وشنو اللي ما خاصش يكون، وبان هذه بلادنا غادي ننتقدوا ونحطوا الاصبع على ما هو خاص ما يكونش، ونلفتوا الانتباه ونذكروا فين كاين الفساد. ولكن في الاول والاخير بلادنا بغيناها تبقى مستقره، وبغينا الاشارات يوصلوا لدوك الناس اللي خصو يوصلوا لهم ويبينوا بان فعلا راه فهموا. كفى من هذا عدم المبالاه وعدم الاحساس بالمواطن، راه هذا الشيء هو اللي وصلنا لهنا. لذلك السيد الوزير، انا بغيت نوصل لك ايضا بان اسئله كثيره. انا نقول لك مثلا، انا في جهه سوس مسا، الشراره جات من مستشفى الحسن الثاني باكادير، وراه الناس بعدا الناس ديال سوس ماشي شي حد اللي ساهل انك تستفزو، ولا غادي صبورين وعندهم نفس طويل ويمكن يتسناو. ولكن منين كيحسوا بالحقره وكيحسوا بان راه صافي بلغ السيل الزبه وما كاين اللي تصنت لهم، ويجي ويولي المخاطب ديالنا في المستشفى الحسن الثاني هما الناس ديال السيكوريتي، راه مستحيل ان شي واحد يسكت على داكشي. وراه الناس داروا وقفات احتجاجيه مسالمه وقالوا اشنو اللي عندهم وبغاو اللي يسمع لهم. وانت سيد الوزير راه جيتي وشفتي بعينيك وقلتي فعلا راه كاين الاشكال. انا غنزيدك سيد الوزير، انا قلت لك غنكون عمليه معك، ما غاديش نهضر بزاف. سيد الوزير، جهه سوس ماسه الا تحل فيها المشكل غيتحل في المغرب كله. جهه سوس ماسه اول حاجه السيد الوزير انك تحيد هذيك الجمله اللي درتي هنا في هذا العرض ديالك. جيتي المركز الاستشفائي الجامعي اكادير وكتبتي قيد الانجاز. هذه راه اللي شافها صافي غادي غيشدوا السخط. المستشفى الجامعي في اكادير راه كمال وسلا وفضه ومجهز، والناس ديالو معينين والشركات مقاده، والبنايه ديالو من اجمل ما يكون في افريقيا كلها. والدليل على ذلك راه جبتي بعض الصور هنا. سيد الوزير، هذا صافي غدا يتحل، غدا كلشي غادي يطفى تما. علاش؟ لان غادي يهز بزاف ديال الاشكالات طايحه على المستشفى الحسن الثاني في اكادير، طايحه على المستشفى الاقليمي ديال طاطا، طايحه على المستشفى الاقليمي ديال تارودان، طايحه على المستشفى الاقليمي ديال تيزنيت، طايحه على المستشفى الاقليمي ديال انزكان، وطايحه على المستشفى الاقليمي ديال شتوكا ايتباها. هذه الاولى. سي اش يو ديال اكادير صافي ما باقيش نهائيا ولو يتزاد واحد الدقيقه على انه خصو يتحل.
انتم السيد الوزير، انتم كاينه في الحكومه، انتم اللي عارفين كيفاش غادي هذا الشيء غادي يتحل. هذه رقم واحد. رقم اثنين السيد الوزير، مستشفى الجهوي ديال الامراض العقليه والنفسيه راه ماشي هو في غير باقي غادي يتقاد، هذا خص يتفتح بعدا تحقيق علاش بعدا هذاك المستشفى ما تحل. ومحتاجينه ماشي فقط كيف قلتي غير في جهات سوسماسا، محتاجينه في حتى 5 الجهات الجنوبيه. وهو ايضا من بين المشاريع اللي نورمالمون خص 2022 2023 يكون صافي في الضوء سالا. الا كاين شي اشكال راه خص يتفتح تحقيق في هذا الشيء سي الوزير. وانتم قلتوا بان راك ما خاص واحد الاستراتيجيه ديال ما هو نفسي وما هو عقلي وما هو هذا الشيء في بلادنا. انتم راه قلتوا يعني وضعتوا الاسبوع على ما هو كاين. وغادي نقول لك بان دابا الناس اللي هما بعقلهم هذا الشيء راه كيقولوا هكاك عباد الله راه ضرنا هذه وهذه وهذه، ولكن دوك الامراض ديال مساكن الامراض المرضى النفسيين والعقليين شكون اللي غيهضر عليهم؟ السيد الوزير ادعوك باش تمشي لمستشفى الامراض النفسيه والعقليه في انزكاد، وتمشي بوحدك بسيارتك وتمشي تدخل شنو اللي كاين تما. راه غادي تبكي، راه كارثه في مستشفى الامراض النفسيه والعقليه في انزكاد، واللي كتجي ليه الجهات كلها ديال الجنوب كيجي ليها ديال سوسماسا، الاقاليم كلها ديال سوسماسا. وشوف شكون اللي كيعطي الدواء لهذوك المرضى وفين كاينين وفين مسدود عليهم. راه هذيك راه نقدر نقول لك سجن. وشكون اللي كيعطيهم الدواء، وشحال ديال لي كونتيتي ديال الدواء، شكون اللي كيعطيهم لي دوز، وشكون اللي كيقابلهم واش تياكلوا، وشكون اللي كيعطيهم داكشي اللي كيلبسوا. السيد الوزير راه داكشي في انزكان راه ماشي، راه حتى الناس ديال انزكان والناس ديال القريعه والناس ديال تمسيه والناس ديال سيدي بيبي والناس ديال الاقاليم ديال الجهه راه هذاك الشيء راه صافي راه وصل لواحد المستوى. وانا كنعطيك المثال ديال سوسماسا لاني اعرفها بكل تفاصيلها، لذلك انا كنقول لك هي نقطه التناوب المستشفى الجهوي ديال الامراض النفسيه والعقليه. المستشفى طاطا، اقليم ديال طاطا راه لا يعقل. كاين واحد التاهيل ديال داك المستشفى مع الجهه ولكن فينا هما الاطباء؟ كاين التاهيل ديال المستعجلات، شكون اللي غيخدم في المستعجلات؟ النساء اللي كيولدوا ودابا من طاطا حتى الاكادير، عرفتي شحال من كيلومتر هذيك السيد الوزير؟ راه كيموتوا العيالات في الطريق، راه مأساة. راه السبل ديال الناس ديال طاطا كاع ما كاين. انا كنعطيك نماذج باش تعرف فين اشنو اللي خصنا نديرو عمليا. عندك موارد بشريه ديال الاطباء سيد الوزير، خدم بهذيك الموارد، ولكن دير لجان ديال التتبع وديال الناس اللي غادي يشوفوا التنزيل ديال هذا الشيء ميدانيا. قلتي بان كيتوزع الدواء، راه ما كاينش، راه الحسنه ما فيه ميم با اون بافيت، ما كايناش. مازال كاع ما كنهضروا حنا على لي سكانير والزيغام وداك الشيء الاخر كله. فاش جيتي راه جبتي معاك سكانير، ولكن راه خاص اللي يخدم. شكرا السيده نائبه. مازال ما كملت يلاه لا تكملي 8 دقائق راه عندكم غير 5. انا غير بغيت نقول السيد الوزير مسائل عمليه فقط. هذا الشيء اللي بغيت نوصل ليه، ونوصل ليه ايضا بان السيد الوزير تيخصو ما يقولش زعما راه ما دارش، ولكن خاص الحكومه تخدم كلها وتنوض مع السيد الوزير وتنزل لو تيغان ودير خدمتها كوم الفو وتسرع الوتيره. الا كان تخدم شي وتيره تسرعها، اولا باش ترجع للاطمئنان وتحيد القلق، وثانيا باش تترك شي بصمه من خلال هذه الولايه ديالها. وشكرا السيد الرئيس. شكرا السيده نائبه.